السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار، أهلا بكم. نوالي تقديم هذه الأنباء من القاهرة. تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة من إلقاء القبض على مجموعة من البلطجية قاموا بترويع المواطنين والسرقة بالإكراه على الطريق الدائري أعلى منطقة الوراق. راح مطلع موس من بقه وراح مرتين ثلاثه كده، والدم سال عليا وضربناهم بالنار وخدناهم ضربهم. خدت كام غرزه دي؟ خدت 10 غرز. 10 غرز في وشك. متى ننتهي من أعمال البلطجة ومتى ننتهي من الانفلات السلوكي والأخلاقي؟ رجال الشرطة قاموا بدورهم في التصدي لهؤلاء البلطجية أثناء قيامهم بسرقة المواطنين على الطريق الدائري أعلى منطقة الوراق. قاموا بسرقة أجهزة كهربائية وشرعوا في سرقة السيارات بالإكراه في وضح النهار. أعمال بلطجة وفي انفلات سلوكي بنقول عليه. التواجد الشرطي والتواجد الأمني موجود، وإلا ما كانش فيها هذه القضايا. القضية دي كانت الساعة 7، القضية اللي قبلها كانت الساعة 4:30 صباحا، القضية الثانية الساعة 10 صباحا. إذا في تواجد أمني وفي تواجد مروري، بس للأسف الانفلات السلوكي والانفلات الخلقي أكتر. الحاجات دي بتدل على ان الناس دي بتثبت الناس في حبل زي ما سعادتك شايف، في ابزين عشان لما بيكتف الشخص اللي بيسيطر عليه بيكتفه بالابزين. زي ما انت شايف في 6 خزن، كانت احدى هذه الخزانات موجوده في البندقيه، والثانيه كانت ال5 خزن التانيين كانوا متعمرين. تحدثنا كثيرا في السابق عن الغياب الامني والذي بدأ في التلاشي بشكل تدريجي، ولكن الشرطه وحدها لا تستطيع القضاء على هذا الكم الكبير من أعمال البلطجة، فالمساعدة من المواطنين الشرفاء تساعد كثيرا في القضاء على هذا الانفلات الأخلاقي. لو ما كانش الحمد لله ربنا ستر كنا متنا انا والظابط والزميل اللي معايا دول. الناس اتلموا علينا ومسكوهم معانا والحمد لله وسترنا عليهم وديناهم المستشفى بتاعت اليوب. احنا بيجي لنا بلاغات اغاثه كتير على الدائري، وكنا بنطلع ما نلاقيش حاجه، على اساس هم بيثبتوا بالآلي وبيثبتوا احد المواطنين وبياخدوا العربيات بتاعتهم. فالحمد لله النهارده ربنا وفقنا يعني. قضية جديدة تؤكد على الوجود الشرطي الفعال وعلى إصرار رجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الأمان للشارع المصري، وتؤكد على إصرار رجال الشرطة في التصدي إلى البلطجية والتضحية بدمائهم من أجل مصرنا الغالية. محمد علوي، التلفزيون المصري.